الوقف والابتداء أيها الإخوة بحث من أهم الأبحاث، لأنه الشطر الثاني الذي يحمي النص القرآني. النص القرآني الذي أنزله الله عز وجل ليكون دستورا للبشرية يتألف من سور، والسورة تتألف من آيات، والآية تتألف من جمل أو من جملة، والجملة تتألف من كلمات، والكلمة تتألف من حروف. فالحرف هو أصغر وحدة بنائية في صرح القرآن العظيم. لذلك وجه أئمتنا رحمهم الله من لدن التابعين وتابع التابعين عنايتهم إلى وصف مخارج الحروف العربية 29، ووصف صفات الحروف العربية، كيف كانت العرب تنطق تلك الحروف مفردة ومجتمعة. وهو ما عرف فيما بعد بعلم التجويد. هذا العلم حمى لنا حروف القرآن التي هي الوحدة البنائية في صرح القرآن العظيم، حمى لنا أصغر وحدة في القرآن من أن تتحرف أو تتغير فيتغير المبنى، يتغير المعنى بتغير المبنى. يعني مثلا لما أقول أنا باب، هذه لفظة في لغة العرب اقترنت هذه اللفظة بمعنى من المعاني، وهو ذلك الشكل الذي نراه في الغرف، والذي يفصل بين غرفتين أو يؤدي إلى الدخول إلى غرفة، وله مفصلات تمسكه، وله مقبض ولسان وقفل، اسمه باب. فهذه اللفظة تدل على هذا المعنى. ولكن إذا غيرت في اللفظ فقلت ناب، بدل باب قلت ناب. الناب هو أحد الأسنان في الفم الذي يلي الثنية والرباعية، يأتي بعدها الناب. الثنايا في المقدمة، ويليها رباعية ورباعية على اليمين واليسار، ويليها النابان. فالناب أحد الأسنان في الفم. تغير اللفظ من باب إلى ناب، فتغير المعنى المنوط بذلك اللفظ. فهذا العمل الجليل، عدم تحريف ألفاظ القرآن وبالتالي معاني القرآن، ضمنه لنا وكفله لنا علم التجويد. وهذا بتوفيق من الله عز وجل لساداتنا العلماء الأوائل، جزاهم الله عنا كل خير. فبفضل الله ثم بما ألهموا وصل إلينا القرآن العظيم كما أنزل، لم يتغير منه شيء البتة. بقي أمر آخر غير ألفاظ القرآن الكريم. قلنا إن هناك جمل قد تكون الجملة كما نعلم في اللغة العربية إما جملة اسمية، جملة اسمية، وإما جملة فعلية. فالجملة الاسمية ركناها المبتدأ والخبر، والباقي يعني فضلة وزيادة كالصفة والجار والمجرور إلى آخره. والجملة الفعلية ركناها الفعل والفاعل، والباقي تكملة. إذن كل جملة في اللغة العربية لها ركنان أساسان: الجملة الفعلية فعل وفاعل، والجملة الاسمية مبتدأ وخبر. فقد بسوء الوقف وسوء الابتداء ننقل كلمة من جملة إلى جملة فنغير المعنى. كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مرة في السوق، فوجد متاعا مع أعرابي فأعجبه، فقال له: أتبيع هذا المتاع؟ فقال الأعرابي: لا يرحمك الله. ماذا قال؟ لا يرحمك. هو قصده لا أريد أن أبيعه، ودعا لسيدنا أبي بكر بالرحمة. ولكن لما وصل الكلام بعضه ببعض صار كأنه يدعو عليه بأن لا يرحمه الله. فقال له سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: سبحان الله، أوما تحسن أن تقول لا ويرحمك الله؟ يعني ضع بينهما واو. القصد من الكلام فصل المعاني التي قد يؤدي
وصلها إلى إفساد المعنى أو تغييره أو إيهامه. كذلك قد يؤدي إلى بتر المعنى. يعني مثلا لما يقرأ قارئ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ويقف، إيش الوقفة؟ هل يأمرنا الله ألا نقرب الصلاة؟ تتمة الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فلا يصح أن تقف هنا لأنك أوهمت معنى خلاف المراد. انتبهنا كيف؟ أو كما يفعل بعض إخواننا يقولون على لسان إخوة يوسف يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله ويقف. فأكله صار المعنى أن يوسف أكل المتاع، تركنا يوسف عند متاعنا فأكله. انتبهنا كيف؟ إذن سوء الوقف قد يؤدي إلى تحريف المعاني، كذلك سوء البدء كما في مطلع سورة التغابن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تسرون إليهم بالمودة. بعدين يقول وقد كفروا بما جاءكم من الرسول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. يخرجون الرسول وإياكم يعني يخرجون الرسول ويخرجونكم. لماذا؟ أن تؤمنوا بالله ربكم يعني بسبب إيمانكم بالله ربكم. يخرجون الرسول وإياكم يعني يخرجونكم أنتم الرسول بأي سبب؟ أن تؤمنوا بالله ربكم. فإذا قال قائل يخرجون الرسول ووقف ثم بدأ وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، صار هنا البدء من أقبح البدء. لما؟ لأنه صار كأنه ينهى وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، كأنه ينهى والعياذ بالله عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذن سوء الوقف وسوء البدء قد يؤدي إلى تحريف المعاني. من هنا بين إمامنا الجزري من مطلع المنظومة لما قال عن الذين يريدون أن يقرأوا ويتلوا القرآن الكريم، قال إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع، مو بعد الشروع، قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات حالة كونهم محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف إلى آخر الأبيات. إذا من بداية المنظومة بين بأن الوقف والابتداء لا يقل أهمية، تعلمه لا يقل أهمية عن تعلم علم التجويد أو بحث المخارج والصفات. وأتى هنا رحمه الله في هذا الباب ليؤكد هذا المعنى الذي ذكره في مطلع الباب، فقال هنا وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن. انظروا ماذا قال رحمه الله، لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. ما قال يفضل لك أيها القارئ، الأكمل لك، لا بد، بمعنى هذا أمر متعين. فإن أحسنت نطق الحروف فصنت النص القرآني عن أن تتحرف كلماته، بقي عليك مهمة أخرى، وهي أن تصون جمل القرآن الكريم من أن تبتر كلمة من جملة فتلحق بأخرى كما أسلفت منذ قليل.